وسهلا بكم أعزائي الحضور، أعزائي المشاهدين بمسلسل وبرنامج تودي وبرنامج كفار غغغغغغ. وضيوف اليوم الكفار غغغغغغ يلي عم يغلطوا عالسوريين نين 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 نين، فاضطرينا نحكي مع الشيخ نيني ليرد عليهم. وإليكم الشيخ نيني ملك جمال سوريا. بونجور. اشتقت لكم كتير، كنت نايم وما ضل حدا ما قال لي يا شيخ نيني بليز، يا شيخ نيني غاد. قلت لهم لك عاشو؟ على اللبنانيين المنتاخين الكلبين الكاكاتين يلي بيحكوا على السوريين. دونك قلت لا مستحيل، نو سي با بوسيبل، نو واي. اللبنانيين بيحبوا سوريا، ما بيحكوا على سوريا وبيحبوا شيء اسمه نيني. قالوا لا، في بعض عشان ما تعمعموا البعض من شغاشيح لبنان، من منتاخين لبنان، من يلي عايشين بالكخغانات، كخانات لبنان يلي هن كخغانة الوطن العربي. البعض عم يحكوا على السوريين. دونك انت لشوف شو عم يحكوا، عم حطوا الفيديو ما في عاكة ببيروت مو جايبينها. بيقول له لا بتدهري مع شاب سوري. نو ما بدهر، نو يا عاكة. مين بنيخك؟ بربع ليرة ما بتنتاخي ولا حدا بنيخك يا أموطة قليلة أطب. بيشتغي اصطناعي لش تحلمي تاكلي الإيغا السوري. وسألوا التاني لابسة لي نظارة 20 طبقة بتدهري مع شاب سوري؟ قالت نو 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 نو، ثقافتهم مختلفة. أنا ثقافة؟ ليش أنت عندك ثقافة يا أم كلمتين يا أم لسان أعواج؟ نحن أهل الثقافة. وقديش دخلك ثقافتك بتبعد عن سوريا؟ ليش لو ما فضل الله وفضل سوريا أنت كنت هلأ موجودة، كان هلأ عم ينيخوا فيكي الإسرائيليين. تفعلنينك يا أموتا. قال ثقافتهم من بعد المسافة، ما في المسافة، ما في ربع كيلومتر. تفعلنينكم قليلين أتاب. وسألوا وحدة تدهغي مع شاب سوري؟ قالت مو الزبالين هدول اللي بينظفوا. ايه يا عمري الزبالين، لانه انتي الزبالة لينظفوكي ويقشوكي من خلقتنا. تفعلنينك يا أموتا يلي انتي خلقانة ببلد الزبالة، فاكيد رح تطلعي زبولة، رح تطلعي خغية. دونك بدي قلكن يا عمري يا نونو يا كاكا، لا تعملوا فتن بين الناس، لأنه سوريا ولبنان واحد، بحبوا بعض ولا ممكن تفرقوا بيناتنا. عم راحوا سألوا بنت سورية، قالوا لها بتظهري مع شاب لبناني، بتطلعي مع شاب لبناني؟ شوفوا السورية كتير قلبها طيب، مو مثل هدول الأماميت اللبنانيات. قام قالت ايه بطلع مع الشاب اللبناني لأنه بحسه مثل أختي. دونك كخرة لا تعملوا فتن بين البلاد، كنا منحب بعض. سوريا بتحب لبنان ولبنان تحب سوريا، شئتم أم أبيتم يا كلبين يا شخاخين. كم صحفي منتخب لبنان، لك ما ضل حدا منتخب لبنان ما صار صحفي، ما بعرف ليش. يعني كل ما شفت صحفي منتاخ 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 منتاخ. دونك جيبوا واحد ما بينتاخ قطيعة. وبعدين على حكي واحد قال انه كلهم هنيك كلهم رجال ونسوان منتاخين من العمال السوريين. عن جد؟ طيب اذا كلكم منتاخين من العمال السوريين يلي عندكم، بعتوا كتاب شكر لسوريا عم تصدغ لكم يوغا. تفعلنينكم قليلين أتب. لبنان بلد الشرف والطهارة والكرم والأخلاق، وبعمره ما يغبروا عليه هدول الكم واحد منتاخ على بلد حضارته عريقة. وأكيد لبنان بيحب سوريا، وطبعا سوريا ما بدي أحكي عنها لأن كل الكون يعرف سوريا ومقام سوريا العالي. وبقول لك بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك، بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا وطني. للبنان، للبنانيين الشغف، وها مو المنتاخين. لسوريا، عاشت سوريا، عاشت لبنان.